بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هنكلم حضراتكم عن الملمات المطلوبة واللي سعرها غالي. أول واحد ده وده التاني مليم اللي هو الملمات 1938. دي كلها عملات دي مطلوبة وبأسعار عالية جدا يا جماعة، ويا ريت تشوفوا الفيديو معانا للآخر علشان تعرفوا الحاجة اللي مطلوبة منكم. ده النص برضو مليم وده الواحد مليم المثقوب. شوفوا معانا الفيديو للآخر عشان تعرفوا. أنا الخمسة ملمات مكتوب عليها المملكة المصرية، وديت طبعا إصدار 1938 ميلادية و1257 هجرية. ديت الخمس ملمات. اللي بعدها الخمس ملمات اللي هي المشرشرة. دي 5 ملمات اللي هي المشرشرة، مصنوعة من النحاس، وديت طبعا إصدار 1938 ميلادية و1257 هجرية، ومكتوب عليه المملكة المصرية. نيجي بعد كده ديت الخمس ملمات اللي هي المثقوبة، ليها ثقب من ايه؟ من الداخل. الخمس ملمات ديت مكتوب عليها من خلف حسين كامل سلطان مصر. وديت الخمس ملمات مثقوبة إصدار 1917 ميلادية و1235 هجرية، اللي هي حضراتكم شايفين ديت اهي مكتوب عليها من ايه؟ من الخلف سلطان مصر. نيجي بعد كده للمليم الأحمر. ده المليم الأحمر اللي قدام حضراتكم، ده المليم الأحمر. ده إصدار 1950 ميلادية و1300 و1269 هجرية. وده يا جماعة مكتوب عليه المملكة المصرية، ومن خلف مكتوب عليه فاروق الأول ملك مصر. ده المليم الأحمر. نيجي بعد كده لديت العملة اللي هي 2 مليم. ديت 2 مليم المثقوب. ديت 1917 ميلادية و1235 هجرية يا جماعة. ديت طبعا 2 مليم. ونيجي بعد كده الخمس ملمات برضو اللي هي ايه؟ المثقوبة. ديت إصدار 1917 ميلادية و1235 هجرية، وطبعا برضو عليها صورة حسين كامل من خلف، ومكتوب عليها حسين كامل سلطان مصر. زي ما حضرتك كده مكتوب عليها حسين كامل سلطان مصر 1917 و1235 هجرية. طبعا ديت ايه؟ العملة اللي هي الخمس ملمات. نيجي بعد كده برضو ده المليم الأحمر اللي هو طبعا برضو